السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ كالعادة باحب أشكر كل الناس اللي بينضموا. آمم ربنا يخليكم وما يحرمنيش منكم. أحلى لايكات وأحلى تعليقات منكم. ما تنسونيش في اللايك لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وساعات أحيانًا يعني أحيانًا كتير الفيديو ما بيبقاش بيوصل من غير إشعار، يعني ما بتعرفوش إن في فيديو نزل إلا باللايك. يعني لازم تعملوا لايك على الفيديو علشان الفيديو اللي بعديه لمّا ييجي ينزل يوصل لكم وتعرفوا إن في فيديو جديد نزل. وتعليق بقى جميل منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس للكل. و... وأتمنى منكم يعني لو حبيتوني وحبيتوا كلامي الشير، يعني تشيروه في الجروبات وتشيروه عشان نتعرف ونكبر ونبقى عيلة كبيرة. النهاردة عايزة أتكلم على النقاش. آه النقاش ده يعني حاجة جميلة وظاهرة صحية جدا جدا. آم، كل حاجة في الدنيا محتاجة إن إحنا الأخد والرد. ما فيش حاجة بتيجي من طرف واحد. يعني أي حد في أي مجال بيبقى فيه نقاش في موضوع ما عشان الموضوع ده عايزينه يتم. طيب هيتم إزاي مثلا؟ يعني ندي مثال مثلا على آمم موضوع مثلًا بين ولاد وأهاليهم، سواء الأم والأب، الأم أو الأب. آآ ولاد مثلًا عايزين يعملوا كذا، يطلعوا مثلًا رحلة، عايزين يخرجوا مع صحابهم، عايزين يعني whatever إيه هم اللي عايزينه الولاد. آآ إحنا بنخاف على ولادنا والدنيا كل مادة. يعني ربنا يعافينا ويعافي ولادنا ويهدينا ويهدي ولادنا يا رب العالمين. آمم الدنيا كل مدى في الأسوأ. ففي ناس بتخاف بطريقتها إنها بتقفّل الدنيا، ما فيش خروج، ما فيش سفر، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي يعني الأصحاب كمان مع بعض ممكن يعني يشجعوا بعض على الفساد. دي وجهات نظر، تمام. آآ فهاقفل على ولادي، لا هاخلّيهم يخرجوا. لو عايزين يروحوا مشوار مثلًا، ما فيش مشوار كمان يعني. رايحين مدرسة هاوصّلهم، رايحين النادي هاوصّلهم وأجيبهم، رايحين حتى لو في الجامعة. في ناس بيوصل معاها لإن ولادها بيبقوا شباب وفي مرحلة الجامعة وخايفين عليهم، وده من حقهم، بس بطريقة مش صح. ما فيش حد ما يخافش على ولاده. إنما أربّي ولادي وأأسّسهم تربية دينية صح. ننسى تمامًا كلمة التصرُّف ده عيب. ما فيش حاجة اسمها التصرُّف ده عيب. اسمها التصرُّف ده يعني التصرُّف ده عيب يبقى أنا عاملة حساب الناس. لأ، أنا بنتي أو ابني مثلًا لو عملوا كذا، لأ ممكن الناس تتكلّم، ممكن الناس تقول إزاي يعمل حاجة زي كده أو تعمل حاجة زي كده، فيبقى أنا عاملة حساب الناس. لا، لا، لأ، الكلام ده مش مضبوط تمامًا. فننسى تمامًا كلمة إن الحاجة دي عيب ما يصحش إنها تحصل، ونخلّي بدالها الحاجة دي حرام، ربنا يزعل مننا لو ما عملناش كده. لإن في حاجات كتير جدًا اتربينا عليها عيب وهي مش حرام، تمام؟ فإحنا الأساس في حياتنا إن إحنا نربي ولادنا على إن الحاجة دي حرام مش عيب، تمام؟ فإحنا نوصل للكلام ده إزاي؟ لمّا يبقوا ولادنا صغيرين ويكبروا وما نخافش عليهم، يعني ما نخافش عليهم لدرجة إن إحنا نقفل عليهم القفلة دي. هنعمل إيه؟ يعني هيبقى ربنا معانا في كل تصرفاتنا. آمم نعلّمهم كل حاجة كويسة، نعلّمهم كل حاجة صح. نخلّيهم يبتدوا كل حاجة بيعملوها بذكر ربنا، ولمّا يخلّصوها بذكر ربنا. كل حاجة بتعملها إحنا في ديننا الحمد لله رب العالمين، كل حاجة وليها حاجة. و وربنا قال لنا كده، يعني قبل ما ننام بنقول ذكر، لمّا بنصحى من النوم بنقول ذكر، قبل ما بناكل، قبل ما بعد ما بنخلّص أكل، وإحنا خارجين من البيت، وإحنا داخلين من البيت، وإحنا رايحين الأسواق، يعني كل حاجة بيبقى ليها ذكر
فإحنا لمّا نربّي ولادنا على حاجة زي كده هيطلعوا مطمئنين النفس، هيبقى نفسهم مطمئنة. لمّا بدل يعني مش عايزة أقول بدل، يعني مثلًا في ناس بتنسى تمامًا إن هي يعني موضوع إن إحنا نربّيهم تربية إن هم يخافوا من ربنا، وبتهتم بالتربية الراقية. أعلّم ولادي بيانو، أعلّم ولادي حاجة يعني نحت مثلًا، كل ده كويس، كل ده جميل، ما باقولش كل ده غلط وما باقولش حرام، ويعني أنا مش هافتي في الحرام والحلال. بس يعني جنب الحاجات دي، جنب تعليم الحاجات دي، نعلّم قرآن، نعلّم يعني نعرف النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث مثلًا في مواقف معيّنة قال إيه، فنطلع إن إحنا بنتصرّف كل تصرفاتنا وعايشين الدنيا بطولها وعرضها وبكل الأشكال اللي إحنا عايزين نعملها في حدود مرضاة الله. إحنا عايشين حياتنا، إحنا مش ربنا ما خلقناش علشان خاطر نسجن نفسنا، ربنا ما خلقناش إن إحنا نقعد في بيتنا ما نخرجش، لأ ربنا خلقنا علشان نعيش الدنيا، نعيش في الدنيا ونعمل فيها كل حاجة إحنا عايزينها في حدود إن ربنا ما يزعلش مننا. فحلو أوي إن إحنا نتعلم مزيكا، حلو إن إحنا نتعلم حاجة من الفنون، إنما نتعلم قرآن، نتعلم ديننا بيقول إيه، ديننا الصح، ديننا الوسطي الجميل بيقول إيه. فأنا لمّا أطلّع ولادي الأطفال أطلّعهم على حاجة زي كده، فخلاص هُم طلعوا already متأسسين وجواهم آآ الخوف، مش بس الخوف من ربنا، ما أنا مش باعمل كده علشان خاطر أنا خايفة من ربنا عشان لا يعذبني، لأ، أنا باحب ربنا عشان كده مش عايزة أزعّله. مش باعمل التصرُّف ده عشان خاطر خايفة، ماشي ما اختلفناش نخاف من ربنا ونخاف من العذاب، إنما برضه أنا باعمل التصرُّف ده من خلال إن أنا باحب ربنا مش عايزاه يزعل منّي. فالكلام ده كلّه ييجي إزاي؟ ندخّل المعلومات دي ونخلّي الولاد يحبّوا الكلام ده إزاي، ويطلعوا عليه إزاي؟ بالنقاش، بالنقاش المحترم، بالنقاش السليم، نعرف نتكلّم إمتى ونعرف نسكت إمتى، و وكل حاجة هتبقى مضبوطة. مش يعني ما فيش حاجة بتبقى مضبوطة 100%، إنّما على الأقل يعني هتبقى الدنيا لطيفة. آآ خلّينا نرجع تاني لموضوع لمّا الولاد يكبروا وعايزين مثلًا يخرجوا والّا إن أنا خايفة عليهم والّا كده، في نقاش. طيب مثلًا لو أنا فرضًا أنا مش مرتاحة لخروجة معيّنة، ما ساعات الأم مثلًا أو الأب بيبقوا عندهم أحاسيس كده بتبقى مختلفة عن الولاد يعني، الولاد عايزين يعملوا حاجة معيّنة، يخرجوا مع صحابهم، يسافروا مع صحابهم، لأ أنا مش موافقة، مش موافقة ليه؟ مش عارفة، مش مرتاحة، مش يعني الموضوع ده مش مريحني. طب كلّهم مسافرين، طب أنا عايزة أسافر، أو كلّهم خارجين أنا عايزة أخرج، طب ممكن نتناقش، يا تقنعني يا أقنعك بهدوء، إحنا صحاب، إحنا مش أيوه في أم وفي أب وفي احترام، ما فيش تجاوز، إنما في النهاية نبقى صحاب. ما دام في ناس كتير جدًا، في شباب كتير جدًا يعني بتروح تقول يعني أدق مشاكلها لصحابها، وبتبعد، لإن الأم والأب بيبقى ردود أفعالهم عنيفة. فأنا لمّا أحكي لك على حاجة كأمي أو أبويا مثلًا، أحكي لك على حاجة ويبقى رد فعلك عنيف، طب ما أنا مرّة أنا مش هاحكي تاني، أنا مش هاحكي لك تاني، أنا هاروح أحكي لحد من صحابي، والله أعلم بقى ده حد من صحابي ده هيوجهني صح، والّا هيشجعني على الفساد فعلًا، والّا يعني طب ليه أنا واصلة لولادي إن هُم يحكوا برّه وما يحكوليش؟ لأ، أنا وولادي صحاب حتى في الغلط. يعني مش لازم يبقى في حد منهم غلط، مش لازم يبقى رد فعلي عنيف، أيوه أبقى متضايقة إن حد من ولادي غلط، لإن أنا مش عايزة أنا مش باربّي أنبيا، يعني أنا يعني ما عنديش، يعني أنا مش باربّي أنبيا عشان خاطر منتظر منهم إن هم ما يغلطوش، لأ أنا باربّي، إحنا كلنا بشر يعني، يعني أنا باربّي ولادي عشان ما يغلطوش؟ لأ ما فيش الكلام ده، كلنا بنغلط، الأم والأب بيغلطوا، يعني الناس الكبيرة بتغلط. فما فيش يعني الغلط وارد، والغلط متاح، والغلط كويس، الغلط بنتعلم منه.
وبعدين يعني حتى عند ربنا ربنا يحبنا نغلط علشان خاطر نستغفره ونقول استغفر الله العظيم، يعني أمال يعني هنستغفر ليه طالما إحنا عايشين بقى في الدنيا ملايكة؟ ما فيش حد ملاك، كلنا بنغلط. فحتى الغلط من ولادي أستقبله بحب، أستقبله، إحنا مش أعداء، أستقبله كصحاب. فخلّينا نتعامل مع بعض بمنطلق الصحاب ونتناقش، طَب أنت عملت كده ليه؟ طَب أنت عايز تعمل كده ليه؟ طَب احكِ لي وجهة نظرك. أربّي في ولادي إن هُم يبقى عندهم رأي، يبقى عندهم وجهة نظر وممكن يقنعني، يعني ممكن أنا أبقى مش موافقة على حاجة وألاقي وجهة نظر فعلًا أقتنع بيها وأقول له خلاص تمام أنا موافقة، اعمل اللي أنت عايز تعمله ده طالما أنت أقنعتني وأنا موافقة على كده، طالما اللي أنت هتعمله ده ما يزعّلش ربنا، زي ما إحنا متفقين من زمان وزي ما إحنا متربيين على كده. آآ فكل ده داخل في النقاش. النقاش مفيد، النقاش مهم، لازم النقاش حتى مع البيبي، يعني حتى البيبي اللي لسه مولود لازم مامته تتكلم معاه، لازم باباه يتكلم معاه، لازم يبقى في حوار. يعني حتى الأم لو تيجي تتكلم مع ابنها وهي حامل فيه لمّا بتولده وتيجي تتكلم معاه بيسكت، بيسرح يعني بيفتكر إن هي الصوت ده اللي هو كان بيكلمه وهو في بطنها. دي حقيقة بجد، حقيقة علمية يعني ما مش هزار يعني. فلازم يبقى في حوار، لازم أتكلم مع ابني حتى لو ما بيعرفش لسه يتكلم، حتى لو هو بيبي لسه مولود. فالنقاش مهم جدًا، النقاش بيفتح طرق، النقاش بيهد حوائط ما بين الناس بس بشرط إن هو يكون نقاش محترم وحضاري. يا رب يكون أفدتكم، يا رب أكون قُلت حاجة مفيدة النهارده. آمم باحبكم في الله. أتمنى منكم زي ما قُلت اللي ما اشتركش لسه يشترك ويفعل الجرس للكل ولايك وكومنت وشير بقى كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.